في افلام بيتفرجي على قناه الافلام الهندي فيها اغاني وفيها حاجات لطيفه ومزيكا وحاجات من اللي بتحبيها وحياتك وهي لا فاتت مفيش خلاص خلاص تعرف خلاص ان احنا لما بنكون راجعين من الاستوديو بتاعه وعايزين بقى نقعد نسهر نتفرج على فيلم تروح عامله فينا ايه؟ احنا طبعا اللي محضر حاجه اكشن، اللي محضر مش عارف حاجه جيمس بوند مثلا او المعبد الملعون، الحاجات الجميله دي او حاجه جديده. ومصطفى ساعات بيجيب لنا حاجات لذيذه وجديده قوي. هوبا كارمن تروح طالعه تقول لا ده في حته فيلم بقى، وتقعد تقول مش عارف اسماء بتوع الفيلم حافظاهم. طبعا مش سايبه نجم من هيريتيك روشن وشاروخان اللي الناس عرفته بعد كده من اشواريا راي. سهله جدا. ما انا عارفه انا ودخلنا في اول ربع ساعه نص ساعه كده في احداث الفيلم، نخش معاها وابهشك. اسمه ايه ابهشك باش ابهشك باتشن. ابهشك باتشن ابن 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 باتشن. فنروح داخلين في الفيلم معاها ما نعرفش نخرج. لا بس هي افلام حلوه. انا كنت عايزه اخليها تتفرج على ده علشان انا عارفه حبها للمزيكا وعارفه انها هتعجب بالاغاني. اتفضلي احكي لي بقى الحكايه القصه دي. مفيش يعني انا كنت معجبه قوي بالاغاني بتاعتهم وبالاستعراضات طبعا دي يعني دي الحاجه اللي خلتني يعني احبهم جدا. وكمان هم عالميين متطورين جدا. عالميين. وكمان يعني انا في الاول خالص لما اتفرجت على الحاجات القديمه. يعني اميتاب باتشن بقى وكده. بس لما ابتديت اشوف الافلام الجديده من عندهم. لا افلام متطوره جدا وافلام تحس ان في فرق كبير بين يعني في تطور فعلا طبعا في المزيكا وفي الرقص وفي كل حاجه يعني طبعا. هاي بتحبي مين بقى فيهم بالذات يعني؟ بحب شاروخان طبعا. ايه احلى فيلم شفتيه لشاروخان؟ في واحده حفظتنا حته فيلم انا مسلم مسلم. انا ايه اسمه؟ ماي نيم از خان. ماي نيم از خان. لا طب قصته ايه؟ سطر ان هو واحد عنده نوع من انواع التوحد. وكل همه ان هو يسافر امريكا عشان عايز يقابل الرئيس يقول له ان انا مش ارهابي، لانه اكتشف انه ناس كتير بتتخيل ان المسلمين ارهابيين. فهو عايز يوصل ان انا مسلم بس مش ارهابي يعني عادي. فهو بحسن نيته يعني هو يعني مسكين، هو مش فاهم ان الموضوع مستحيل كده يعني. ده طبعا من الافلام الرائعه يعني اللي بحبها جدا. فيلم هابي نيو يير كمان كنت بحبه قوي. انا اتفرجت معاكي عليه عجبني قوي فعلا. ومن الافلام اللي كانت غنيه قوي بالمزيكا والاستعراضات وكانت الاغاني بتاعتها والاستعراضات بتاعتها كانت حلوه قوي. طب هتسمعيني اغنيه ايه بقى هنديه؟ اغنيه هنديه من اللي انا بحبها كتير من فضلك. بتغني هندي ماشي اوكي. في واحده مش عارفه انت مدرسه. طب قوليها لي يلا. ما نبالاقي بعشقها دي. ما نبالاقي لاقيني صبري لترى هو جياك هزابري. ما نبالاقي لاقيني صبري لترى هو جياك هزابري. جميلة هموت فيها دي بحبها جدا. حافظة أغاني كتير قوي هند على فكرة. معلومة يعني. لا كارمن يعني كارمن ما شاء الله عليها. هندية. لا مش كده مش هندية بس. هي هندية وعربية والاكسنت بتاعها في الانجليش فظيعة، الاكسنت في الفرنساوي تحفة، في الخليجي هي عندها بتعرف تتحكم في صوتها في اي لهجة تغنيها. بجد دي حقيقة يعني. حتى لما تيجي لا فظيعة. لا طب بس خليها بتغني حاجة ايه؟ لا ده في أغنية بتغنيها حلوة قوي. ايه هي؟ انجلش كارمن بتغني ايه؟ هي مش هتقول عشان مش عايزة تغني.
لا يعني هي هتخبيها؟ انت بتخبيها يا صافي؟ لا معرفش والله توصل ايه. مش فاكر. في طيب. اغنيه حلوه انت بتغنيها كارمن انجلش. مش عارفه والله توصل. طب غني انجليزي. لا مش عارفه. طب غني فرنساوي. لا مش عايزه. غني الاغنيه اللي انا بحبها اللي هي بتاعت